بصفة عامة بداية من النهاردة لحد آخر الموسم إن شاء الله على حسب الظروف نبص على الناشئين إن شاء الله بإذن الله. لا حديث سوى عن عودة النشاط، ما زال الدوري المصري متوقف، اللاعبين، الأجهزة الفنية، الأندية، الأزمات تحاصر الجميع من كل اتجاه. Inshallah el Dauri Yerga, ¿no? Inshallah el Dauri Yerga. Yo creo que esperemos. Yo creo que todos estamos deseando que tomen una decisión pronto. Yo creo que hay que entender también a la Federación que tome esa decisión con completa seguridad de todo y esperemos que nos den una fecha para empezar porque es importante que haya fútbol en Egipto, ya no solo por toda la gente que trabaja alrededor del fútbol, sino también el público, ¿no? Yo tuve la suerte de estar el domingo en el partido del Ali con el Taraqui y un ambiente de fútbol excepcional, ¿no? La verdad que yo creo que es una línea es un ejemplo para poder hacer que la liga vuelva, ¿no? بيقول إن شاء الله ده رغبة من الجميع سواء جمهور أو مسؤولين أو أجهزة فنية وأندية ولاعيبة وهكذا، في رغبة جامحة وكبيرة إن الدوري يرجع، ومهم جدا لبلد زي مصر لازم ترجع. الكرة بتمثل جزء كبير جدا من الرياضة وأتمنى إنها ترجع بسرعة، حتى قالها باللغة العربية يعني إن شاء الله الدوري يرجع وبإذن الله الأمور ترجع لطبيعتها للاستقرار العام في مصر يعني بيقول. Sí me gustaría como entrenador extranjero hacer un pequeño comentario en ese aspecto. أنا كمدرب أجنبي عاوز أقول تعليق. Porque mucha gente me pregunta لأن في ناس بتسألني كتير في أسبانيا. Y no es, yo lo que sí es cierto es que lo mejor es el tomar una decisión concreta y no rápida, pero sí que todo el mundo nos sepamos a quién nos atenemos, ¿no? بيقول أنا أهم حاجة بالنسبة لي كمدرب أجنبي عشان في ناس بتسأله كتير. El juego, el prestigio del fútbol egipcio que es muy importante y البرستيج بتاعه ومكانة الكرة المصرية في العالم كله سواء في الpresidente del gobierno a todo el mundo de la importancia de esa decisión. الجمهورية والمسؤولين لاتخاذ قرار، مش بيقول متسرع، قرار قاطع حاسم لعودة الدوري العام لكرة القدم لأنه بيمثل منظر الرياضة في مصر قدام الدول العالم كله. للأسف الشديد كتر الكلام في نادي الاتحاد عن تجميد النشاط، رحيل مستر ماكيدا، يعني اجتهادات في غير محلها. No, yo el día que tenga que decir algo lo diré, o sea, yo mientras tanto no hay una decisión completamente clara de esto, yo voy a estar aquí أنا بكل بساطة porque mi compromiso moral con el Ittihad es grande cuando he vuelto, ¿no? بيقول أنا بكل بساطة لما يكون في حاجة زي كده مش هتأخر إن أنا أقولها بوضوح قدام الناس كلها، مش عاوزها تستخبى يعني. وأنا ليا عقد زي ما احنا بنقول كلمة شرف لا مش بغير العقد المكتوب، كلمة شرف مع نادي الاتحاد، وأنا مديها لرئيس النادي وأعضاء نادي الاتحاد اللي أنا ملتزم معهم لحد آخر لحظة، ولما أخد القرار مش هتأخر ولو لحظة اللي أنا أعلنه وأقوله قدام الناس كلها. Más que el contrato es el compromiso moral. A mí el contrato قبل العقد المكتوب ده أقل حاجة. Ya lo he demostrado el año pasado. أقل حاجة، ولكن أنا ليا كلمة شرف مع نادي الاتحاد los 4 o 5 meses después de lo que pasó en Port Said, o sea, lo importante es que moralmente me siento vinculado al Ittihad y eso es lo más importante, a no ser que se tome alguna decisión con respecto a la liga que se cancele. إحساسي وأخلاقي مخلياني مرتبط بنادي الاتحاد من غير مشاكل خالص، ما فيش أي مشكلة من أي من أي نوع. ولو إحنا عندنا في عقد ولكن هو مش وقته، في عقد مكتوب مع الاتحاد رسمي، ما فيش أي مشكلة خالص. ولما يكون في اتخاذ قرار قاطع في الآخر خالص، لو في حالة عدم وجود دوري مثلا يبقى في قرار تاني مختلف هيبقى إعلانه وما فيش مشكلة يعني.